فين الحكمة لما الرب جل وعلا يذكر أحداث الآخرة المستقبلية بصيغة الفعل الماضي؟ فين الحكمة من كده؟ مش لكده ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك إن ده فيه موعظة عظيمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى كأنه بيقول ده جاي جاي متحقق متحقق، فإزاي أنت غافل عن ده؟ وأي لغة تتحمل التعبير عن الأحداث المستقبلية بصيغة الفعل الماضي؟ وقد قال الله جل في علاه في سورة ياسين: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم هم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون بالماضي قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا بالماضي هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.